فيلم اتاك اون تايتن عزيزي الاوتاكو على الابواب وخلاص فاضل له كام يوم وينزل. علشان كده احنا قررنا نعمل ملخص وشرح كامل للموسم الرابع من ساعة لما الموسم الثالث خلص لغاية احداث الفيلم اللي نزل اول السنة دي. وعايز اعرفك عزيزي الاوتاكو ان انا هشرح الاحداث بالتسلسل الزمني الطبيعي بتاعها، يعني مش بنفس طريقة سرد الانمي. اخواتي الاوتاكوية اجمعوا. بتبتدي الاحداث بتاعتنا عزيزي الاوتاكو لما عرفوا ياخدوا العملاق الضخم لما كسبوا معركة شيجانشينا في اخر الموسم الثالث. والكلام ده عزيزي الاوتاكو كان سنة 850، ودي السنة اللي خسرت فيها مارلي خسارة كبيرة. مين بقى اللي خد باله من الكلام ده؟ هي دول اتحاد الشرق الاوسط. قالت دي مارلي كده شكلها ضعفت وبقت هفق واي حد بيعلم عليها، طب ما احنا كمان ممكن نستغل نقطة الضعف دي ونهجم على مارلي. ودي كانت بداية الحرب بين دول الشرق الاوسط ومارلي في سنة 851 عزيزي الاوتاكو، لان مارلي كانت مشغولة بالحرب في الوقت ده وما عندهاش وقت انها تعمل هجوم حقيقي على جزيرة بارادايس. علشان كده هي ارسلت مجموعة صغيرة من سفن الاستطلاع للجزيرة، وفي خلال ساعات من اقتراب سفن الاستطلاع دي للشاطئ بتاع الجزيرة الاسطول كله اتدمر من العملاق المهاجم. والسفن دي كان عليهم مين عزيزي الاوتاكو؟ ييلينا وانيانكبون. وييلينا دي عزيزي الاوتاكو جندية مارلية جمعت مجموعة من الناس اللي تم تدمير وغزو وطنهم عن طريق مارلي، وسمت المجموعة دي المتطوعين المضادين لمارلي. وكان الهدف المعلن للمجموعة دي او الهدف يعني اللي قالته ييلينا تحرير كبار السن من اضطهاد مارلي. يا عيني يا عيني على الحنية يا ييلينا، انا اشعرت من كتر الحنية يا ييلينا. المهم في الاخر ييلينا دي طلعت بنت وحرفيا عزيزي الاوتاكو بتعبد زيك. يعني زيك لو جه قال لها بص يا ييلينا احنا محتاجينك تروحي كده تاكلي علشان دي خطة سرية لإنقاذ العالم، حرفيا هتروح تعمل كده وهي مغمضة عينيها. المهم عزيزي الاوتاكو هي قالت لهانجي ان زيك عنده خطة عشان يضمن سلامة إلديا مع باقي العالم، ولكن علشان نعرفكم الخطة دي محتاجين حاجتين. أول حاجة إنكم توافقوا على استضافة ودخول زيك لجزيرة بارادايس، والحاجة التانية إن هما يخلوه يقابل إيرين. ولكن هانجي لما عرضت الكلام ده على الشرطة العسكرية طبعا زيك سمعته سابقاه، يعني زيك ده كان اكتر واحد مدلعهم على الاخر، فرفضت الشرطة العسكرية الاقتراح ده لانهم طبعا مش واثقين فيه. ولكن عزيزي الاوتاكو في معلومة فيلق الاستطلاع استنتجها في احداث الموسم الثاني، ان لما عملاق ايرين المؤسس يلمس عملاق يحمل الدم الملكي قوة المؤسس الكاملة بتتفعل وبيتلغي عهد نبذ الحرب بتاع الملك الأول. والمعلومة دي هي اللي خلت هانجي تفتكر إن هو ده السبب اللي مخلي زيك عايز يقابل إيرين، ولكن هما برضو مش واثقين فيه. عشان كده هما برضو ما خدوش قرار اذا كان هيدخلوا زيك الجزيرة ويخلوه يقابل إيرين ولا لا، ولكن ركزوا اكتر في حماية الجزيرة من سفن الاستطلاع اللي بتبعتها مارلي، وركزوا على تطوير جزيرة بارادايس. وبعديها بشوية شهور عزيزي الاوتاكو في الفترة دي ابتدت العلاقة تبقى حلوة بين الإلدانيين والسجناء اللي كانوا بيقبضوا عليهم من سفن الاستطلاع، والتوتر بينهم ابتدى يقل. وده اللي خلى أرمين يفكر طب ما ممكن برضو لو خدنا فرصة اننا نوضح لبقية العالم اننا ناس طيبة ومش زي ما هم فاكرين. صدقني يا أرمين انت اللي طيب. المهم إيرين طبعا ما ينفعش معاه الكلام ده، وكان شايف ان اساسا مفيش وقت للحلول السلمية دي، وان زيك خلاص فاضله اقل من 3 سنين في حياته، وانه لازم يشوف حل غير الحلول السلمية. نيجي بعد كده عزيزي الاوتاكو لسنة 852، واخيرا عملوا اول ميناء لجزيرة بارادايس. وكان مين اول زوار يستقبلوهم في الميناء؟ اول حلفاء جزيرة بارادايس، وهم دولة هيزرو. وهيزرو دي عزيزي الاوتاكو هي دولة في اسيا، كانت صديقة وحلفاء للإلدانيين من حوالي 100 سنة. يطلع مين برضو عزيزي الأوتاكو اللي أقنعهم يروحوا لجزيرة بارادايس؟ الطفل الأعجوبة بتاعنا عزيزي الأوتاكو، العملاق الوحش زيك. ايوه زيك برضو عزيزي الاوتاكو طلع مش سهل. ما هو في الاول بعت ييلينا علشان ينفذ خطته بس هما ما وافقوش، فقرر انه يستغل حليف للإلدانيين من زمان ويعيد لم الشمل. وعايز اقولك عزيزي الاوتاكو ان دي كانت من اذكى الحركات اللي عملها زيك، لانه بالطريقة دي هو كسب دولة هيزرو وجزيرة بارادايس في صفه. ليه بقى عزيزي الاوتاكو؟ هقولك دلوقتي. اول حاجة وعد كيومي وهي سفيرة دولة هيزرو انها لو تعاونت مع جزيرة بارادايس هيوفروا لهم المادة النادرة اللي تحت ارضهم، وهي حجر الجبل الجليدي
واللي دي تعتبر مفيدة جدا بالنسبة لهيزرو في صناعة الأسلحة والمناطيد. ده غير طبعا انها هتخلي الدولة غنية جدا. وفي نفس الوقت زيك هيكشف خطة وهمية لحكومة باراديس علشان يثقوا فيه ويخلوه يجي عندهم ويقابل ايرين. ولكن عزيزي الاوتاكو زي ما قلت لك دي خطة وهمية مش الخطة الحقيقية اللي كان عايزها زيك. وبكده هو اقنع كيومي ان هي تروح لجزيرة باراديس. واول لما وصلت كشفت عن خطة زيك واللي هي كالتالي: أول حاجة احنا هنفعل دك الأرض ولكن بشكل صغير، وده اللي هيعرف العالم خطورة دك الأرض وقد ايه تأثيره ضخم جدا، ويخليه يبعد عن الجزيرة وتبقى في أمان على الأقل 50 سنة قدام. وفي الفترة دي تبتدي جزيرة باراديس تقوي نفسها عسكريا وتواكب تقدم العالم، عشان بعد كده ما يبقوش مضطرين ان هم يلجأوا لدك الارض. ولكن في الفترة دي علشان شروط الدك تبقى متوفرة لازم الجزيرة يبقى معاها العملاق المؤسس وعملاق من الدم الملكي، واللي في الحالة دي هيبقى بيتورث من نسل هيستوريا. وعايز اقولك عزيزي الاوتاكو ان لو واحد مش عارف نوايا زيك الحقيقية هيقول الراجل ده مية مية وفعلا خايف علينا وعلى مصلحتنا وفعلا قلبه على جزيرة باراديس. واساسا عايز اقولك عزيزي الاوتاكو ان انا شايف ان الحل ده لغاية دلوقتي هو الحل الانسب اللي كان المفروض يتعمل بدل الهبل اللي هنشوفه بعدين قدام. ولكن مين اللي يرفض الاقتراح ده عزيزي الاوتاكو؟ كالعادة ايرين رفض الاقتراح ده لانه ضد ان هيستوريا واحفادها يفضلوا يموتوا في سن بدري بسبب توريثهم للعملاق، وشايف انه لا احنا لازم نلاقي حل بديل. ونخش بعد كده عزيزي الاوتاكو على سنة 853، وكان لسه فريق الاستطلاع بيدور على خطة بديلة لخطة زيك. وفجأة كده هانجي طلعت وقالت لهم: طب ايه المشكلة لو رحنا لغاية مارلي وحلينا معاهم مشكلة بشكل ودي بحيث ان احنا نوصل للسلام اللي احنا بندور عليه. مش عارف انا اخر مرة شفت السذاجة دي كانت فين. وفي معلومة مهمة عزيزي الاوتاكو، وهو ان زيك كان فاضله 2 سنين ويموت بسبب لعنة يومير. وفي نفس الوقت ده ييلينا طلبت من فلوك ان هو يظبط قعدة ما بينها وبين ايرين، وفعلا القعدة دي اتعملت، وييلينا قررت ان هي تقول لايرين عن خطة زيك الحقيقية، وهو انه مش عايز ينقذ الالدانيين، بل بالعكس ده عايز يبيدهم من خلال خطة القتل الرحيم، هو انه يستخدم قوة المؤسس في انه يخلي كل رعايا يومير عقم وما يقدروش يخلفوا اطفال. وبالطريقة دي في حوالي 100 سنة هيكون كل الإلدانيين اتنفوا من على وجه الأرض. المهم إيرين سمع الكلام ده عزيزي الأوتاكو من الودن دي وخرجوا من الودن التانية، ولكن جات له فكرة إنه ليه ما خدش زيك على قد عقله وأقول له أيوة فعلا أنت عندك حق، الإلدانيين دول يا ريتهم ما اتولدوا فعلا، واقنعه إنه موافق على خطته لغاية ما يحصل التلامس ما بيننا، وساعتها ينفذ إيرين خطته وهي الإبادة الجماعية لكل البشر ما عدا شعب جزيرة بارادايس. والوحيد اللي قال له على الكلام ده بعد مقابلة ييلينا هو فلوك، وفهمه هو عايز يعمل ايه بالظبط والخطة اللي ناوي عليها. نرجع للأحداث الحالية في السنة بتاعتنا، وهي إن فريق الاستطلاع دلوقتي موجود عند مارلي علشان التفاوض. وهنا دي كانت أول مرة فريق الاستطلاع يسافر ويطلع برا الجزيرة لمكان تاني، وأول لما وصلوا شافوا أول مثال على اضطهاد العالم للإلدانيين، وده لما كان الطفل اللي اسمه خليل سرق محفظة الفلوس من ليفاي. فساعتها الناس ابتدوا يقولوا ده أكيد طفل من نسل الشيطان ولازم نقتله علشان يبقى عبرة للإلدانيين. ولكن هانجي برضه قررت إنه لازم نتفاوض معاهم، وكان في ندوة من منظمة في الوقت ده كان اسمها منظمة حماية الإلدانيين. فقالت هانجي لو عرفنا نعمل اجتماع معاهم عشان نعرفهم ان الجزيرة دي هدفها السلام. وبعدها على طول حصل موقف مؤثر جدا، وهو لما ايرين قابل خليل وقعد يقول له انا اسف، وقعد يعتذر له كتير جدا على اللي هيعمله بعدين، لاننا بنكتشف ان المكان اللي هم قاعدين فيه فيلق الاستطلاع ده هيبقى من ضمن الاماكن اللي هتتدمر بسبب عمالقة الدك، والطفل ده هيموت بعدين. المهم حضروا الندوة، وهنا كانت المفاجأة ان الندوة اصلا كانت معمولة عشان يقولوا للعالم ان الإلدانيين اللي بره الجزيرة دول ملهمش ذنب في اضطهاد الإلديان، وان الشياطين الحقيقيين اللي المفروض نضطهدهم هم اللي جوه الاسوار. وفي اللحظة دي تحديدا ايرين قرر انه يسيبهم ويمشي عشان يبتدي في تنفيذ خطته ويقابل زيك. وهنا نيجي لسنة 854 وبتبتدي أحداث الموسم الرابع. مفاجأة عزيزي الأوتاكو مش كده؟ أيوة، يعني كل اللي حصل قبل كده ده اتشرح لنا بعدين، والموسم ابتدى بأحداث السنة دي، واللي بيظهر لنا إن أخيرا مارلي انتصرت في الحرب مع الشرق الأوسط بعد 4 سنين من بداية الحرب.
وبعديها زيك اقترح على قادة المارلي انه لازم يستعيدوا المؤسس، واستغلوا الحرب في انه يقنعهم انه لازم يقووا نفسهم. وطبعا ده كان جزء من خطة زيك في انه يلم شمله مع اخوه. بس ايرين ما استناش وراح بنفسه لما تسلل لجيش مارلي عن طريق انه عمل نفسه واحد منهم، وكان واقف بيراقب راينر وهو مع جابي وفالكو واللي كانوا محاربين مرشحين للعملاق المدرع. وهنا قرر ايرين انه يستغل فالكو علشان يبعت له رسائل لبقية فريق الاستطلاع اللي كان بيقول لهم فيها انه قرر يسلم كل حاجة لزيك. وبعديها ايرين بيقابل زيك وبيحصل زي ما قلنا بالظبط. زيك بيشرح لايرين خطة القتل الرحيم، وايرين بيجاري زيك في الكلام كده عشان يستغله في تنفيذ خطته، وهي إبادة البشرية خلف الأسوار. وبعديها بنشوف إن مارلي كانت عاملة اجتماع سياسي علشان يعلنوا الحرب على جزيرة بارادايس بتنظيم أو إعلان من ويلي تايبر في إنه يستغل علاقاته في دعوة الدبلوماسيين والإعلاميين من جميع أنحاء العالم. وفي الحقيقة ده كان الوضع المثالي لإيرين إنه يقتل أكبر عدد من أعدائه. وهنا بعت رسائل لأصحابه باستخدام فالكو طبعا، وقال لهم انه هيهجم في اعلان الحرب سواء بمساعدتهم او لا. وهنا هو عارف طبعا انهم هيجوا يساعدوه لانهم مش هيخاطروا باحتمالية ولو 1% من سرقة المؤسس. وحصل الهجوم في اعلان الحرب فعلا، واللي انتهى ب4 نقط اساسية. واول نقطة هي ان ايرين قضى على كل كبار المسؤولين اللي كانوا مدعوين، وارمن دمر مينا مارلي العسكري. وبالطريقة دي هم هيأخروا رد مارلي في الهجوم على الجزيرة علشان يعرفوا ينفذوا خطتهم. تاني حاجة وهي حصول ايرين على عملاق المطرقة. تالت حاجة هي ان جابي بنت الناس كويسة قتلت ساشا واتخذت مع فالكو لجزيرة بارادايس. واخيرا ان زيك راح معاهم وفي نفس الوقت زي في موته. ولما رجعوا الجزيرة عزيزي الأوتاكو بقى ايرين وزيك منفصلين عن بعض. ايرين دخلوه السجن بسبب خيانته لفريق الاستطلاع، وزيك راح بإشراف ومراقبة من ليفاي في الغابة. وفي اللحظة دي الحكومة قررت انها مش هتثق في ايرين بسبب اللي عمله، وحسوا انه تحت سيطرة اخوه. فزكري بدأ يدور على مرشحين عشان يرثوا عملاق ايرين، والمفروض ان استوريا كانوا مقررين انها هتاكل زيك، ولكن بسبب انها بقت حامل فأجلوا الموضوع ده. نروح بقى للجانب التاني واللي بنشوف فيها ان مارلي بالرغم من خسائرها ولكنها بتقرر انها تعمل هجوم فوري مضاد على بارادايس باقتراح من راينر. نرجع تاني بقى لبارادايس، وزي ما احنا عارفين ان فلوك ايرين قايل له على كل حاجة، وفي الفترة دي كان جمع مناصرين لإيرين كتار جدا وعمل انقلاب كبير جدا على الحكومة ونجح في ده، واتسمت المجموعة دي باسم اليجاريين. وهنا الناس جوه الأسوار انقسمت لمجموعتين، مجموعة اليجاريين ودول اللي مع ايرين وعايزينه يقابل زيك عشان يأمن مستقبل الجزيرة، وباقي الناس هنسميهم مجموعة المقاومة ودول اللي ضد ايرين واللي بيعملوا، وهم برضو نفس الناس اللي هيبقوا ضده لما يفعل دك الارض. المهم ان اليجاريين بقيادة ايرين قرروا انهم يجبروا المقاومة انهم يقولوا لهم على مكان زيك، واللي كان في الوقت ده مراقب تحت عين ليفاي في مكان في الغابة. ولكن زيك كالعادة عنده خطة، ونكتشف واحدة من التويستات القوية ان يلينا من ساعة لما جت للجزيرة من اول يوم كان معاها نبيت فيه سائل زيك النخاعي، وقرروا انهم يدوه لكل افراد الشرطة العسكرية. وبالتالي الموضوع محتاج بس صرخة واحدة من زيك عشان يقدر يهرب من ليفاي، او ده اللي كان فاكره زيك. هيهرب من ليفاي. قال تهرب من مين يابا؟ تهرب من مين؟ ده انت تحت مراقبة صاحب اكبر محل شاورما فيك يا إلديان. وفعلا ليفاي عمل معاك جلاشة، ولكن للأسف الحلو ما بيكملش، وزيك بيستغل الفرصة ويحرك رقبته عشان يفجر رمح الرعد اللي ليفاي كان مثبته فيه. وهنا بيقدر زيك انه يهرب عن طريق ان المؤسسة يومير اعادت بناء جسده من تاني، وللأسف ليفاي خرج بإصابات شديدة واللي قدرت بعد كده هانجي تاخده وتعالجه. بعد كده عزيزي الوتاكو بنشوف الحرب اللي بتحصل بسبب وصول جيوش مارلي للجزيرة، وبنطلع من الحرب دي
برضه ب4 نقط مهمة. أول حاجة هي موت جميع أفراد الشرطة العسكرية بسبب صرخة زيك وتحولهم لعمالقة، وبعد كده اتقتلوا على إيد فيلك الكشافة. تاني حاجة وهي نجاح إيرين وزيك في الاتصال وتفعيل دك الأرض بعد جدال ونقاش كبير جدا حصل في بعض المسارات مع زيك وإيرين، وتحديدا جوه ذكريات إيرين. تالت حاجة وهي ان فالكو اكل جاليارد اللي كان معاه العملاق الفك، ودلوقتي بقى مع فالكو. واخر حاجة اخواتي الاوتاكوية وهي ان مجموعة المقاومة وحدت قواها مع جيش مارلي وراينر واني علشان يوقفوا دك الارض. وشد الحزام عزيزي الاوتاكو لان دلوقتي بتبتدي الاحداث النهائية للانمي، وبنشوف ان مجموعة المقاومة قرروا انهم علشان يروحوا لإيرين قبضوا على ييلينا، لان القائد ماجس كان متوقع انها هتكون عارفة خطة إيرين وهو ناوي يروح فين، وبالفعل عرفوا منها ان إيرين ناوي يروح يدمر حصن سالتا علشان الحصن ده فيه مناطيد مقاومة للعمالقة وممكن تعمل قصف جو لعمالقة الدك، وانها اكبر خطر بيهدد دك الارض. عشان كده دي كانت وجهة إيرين الاساسية. ولكن برضو قابلتهم مشكلة، وان هم علشان يروحوا لإيرين كانوا محتاجين الطيارة اللي كانت موجودة في ميناء جزيرة بارادايس، واللي بنشوف ان اليجاريين سيطروا عليها وقبضوا على مهندسين الازمبتو لانهم توقعوا ان المقاومة هتحاول توقف إيرين بالطيارة دي. وهنا عزيزي الاوتاكو ولا سخرية القدر بيقرروا يتخذوا اكتر قرار صعب عليهم، وانهم يقتلوا بني جنسهم ونفس عرقهم في سبيل انقاذ البشرية خلف الاسوار. وبالفعل بيعرفوا يسيطروا على المينا، ولكن بيتفاجئوا في المينا ان الطيارة علشان تجهز محتاجة على الاقل نص يوم من مهندسين الازمبتو. وكيومي ساعتها بتقترح عليهم انهم يروحوا ساحل مارلي في بلد تحديدا اسمها اوديها، وهناك في مركب طيارات يقدروا يكملوا عملية الطيران هناك. فالحل دلوقتي انهم ياخدوا الطيارة دي على السفينة ويودوها لأوديها، واللي بالمناسبة عزيزي الاوتاكو دي كانت من المدن اللي الدك قرب يوصل لها. ونجحوا في العملية دي ولكن بفضل تضحية كل من ماجس وكيس شادس اللي تمكنوا على القضاء على كل الامدادات اللي كانت هتروح ورا مجموعة المقاومة. وبعد ما اخيرا وصلوا أوديها بنتفاجئ ان فلوك كان متعلق بالسفينة طول الوقت ده وعمل هجوم مفاجئ عليهم، وكانت نتيجة الهجوم ده انهم قتلوه، ولكن قبل ما يموت عرف يدمر خزان الوقود بتاع الطيارة، وده تسبب في انهم يقعدوا فترة اطول علشان يلحموا الثقوب اللي عملها فلوك. المشكلة ان اثناء الفترة دي عزيزي الاوتاكو بنلاقي ان عمالقة الدك وصلوا الساحل وخلاص داخلين على أوديها، وللأسف هانجي بتقرر تضحي بنفسها لانها كانت شايفة ان هي اللي وصلتهم للمرحلة دي. ومع الدراما الأخيرة التوديعية لهانجي وليفاي وهو بيقول لها شينزيو ساساجيو لأول مرة في حياته بتقدر تخليهم يقدروا يكملوا عملية الطيران. كم أنت عظيمة يا هانجي. طول حياتها كانت بتحب العمالقة وماتت وسطيهم. المهم عزيزي الأوتاكو كده بنوصل إن مجموعة المقاومة واللي عبارة عن راينر وميكاسا وجان وكوني ونيانكوبون وبيك وليفاي بقيادة أرمن قائد الكشافة الجديد رايحين لحصن سالتا واللي هي وجهة إيرين. وفي نفس التوقيت ده برضو بنشوف ان ابو اني عارف يهرب من معقل ليبيريو في مارلي، وركب القطر مع مجموعة كبيرة من الإلدانيين ورايحين برضو ناحية حصن سالتا على امل منهم انهم يركبوا منطاد من المناطيد المضادة للعمالقة علشان يعرفوا يهربوا. ولكنهم لما بيوصلوا الحصن بيلاقوا ان جيش الحصن بقيادة الجدع ده قرروا انهم يعملوا آخر هجوم يائس للبشرية في محاولة تدمير عمالقة الدك عن طريق القصف الجوي. ولكن عزيزي الأوتاكو فجأة بنلاقي إن عملاق إيرين ظهر فوقيه عملاق زيك وعمل إبادة شاملة لكل مناطيد القصف الجوي في ثانية. وهنا عزيزي الأوتاكو في مشهد قاسي بنشوف يأس البشرية في تقبل نهايتها اللي هي كانت السبب فيها بسبب اضطهادهم للإلدانيين، ومع دموع ندم راينر وأبو آني على إنهم استغلوهم علشان يبقوا محاربين. وفجأة بنلاقي وصول ودخول تاريخي مع إخراج وتحريك أسطوري لمجموعة المقاومة على عملاق إيرين علشان نشهد بداية آخر فايت في الفيلم الأخير من العمل الأسطوري اللي مش هيتكرر تاني
اتاك اون تايتن.